السيد الوزير بالحسيمة منذ زلزال 2003 أنه تم إغلاق معظم المساجد. من ديك الفترة والناس كيصليوا في الخيام. مركز يساقن مدينة حضرية تقريبا شبه حضرية، من 2003 كيصليوا في الخيمة إلى يومنا هذا. هناك مراكز كثيرة بطبيعة الحال تعاني من الخصاص، جماعات مثل جماعة بني بوشيبت بإقليم حسيمة وإساقن وغيرها. المحسنين قاموا بمبادرات، لكن هذه المبادرات للأسف أنه ما لقاتش واحد ترحيب من قبل الوزارة من أجل إتمام البناء. هنا مثلا بالنسبة السيد الوزير فعلا قليل جدا وقليل. أنا قدمنا لكم ملف من أجل إتمام مسجد يعني بإقليم الحسيمة، للأسف هو أنه 150 مليون تكلفته، ساهمتوا ب 30,000 درهم التي رفضناها، ما بغيناش ناخذوها. 30,000 درهم ما عندنا ما نديروا بها. فلذلك هذا الشيء يجب أن يشجع، فالناس المحسنين دورهم كبير ويجب أن يدعم. فالآن هناك مجموعة من المساجد عبارة عن أطلال، ما لقاوش الناس باش يكملوا، كيستناو دور وزارة الأوقاف. أنا خسرت 150 مليون، ما تخسرش 20 مليون 30 مليون. إذن يجب أن يشجع هذا العمل السيد الوزير، لأن الوزارة لا يمكن أن تقوم بكل هذه الأعمال. القضية ديال 30,000 درهم كنستغرب لها تماما كيفاش وقعت. ماشي معقول أنها توقع، ومن حقكم أنكم ترفضوها، ولكن راه شي خطأ وقع في هذه المسألة. فيما يتعلق بالآلام الذي نشعر به من هذه المساجد اللي باقي مغلقة، وخصوصا الجهه ديالكم نظرا للهشاشه اللي معروفه الى غير ذلك، هذه المساله حنا كنشتغلوا عليها.